السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل إخواتي الزملكاوية، إحنا أسود الزمالك ودي أخبار الزمالك. أتمنى دعمكم لمجهودي على فيسبوك ويوتيوب، أتمنى الفقرة تكون خفيفة عليكم، ولو عندكم ملحوظة شاركوني رأيكم. ويلا بينا على بداية الأخبار، بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي. الزمالك بدأ الأربع الاستعداد لمواجهة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية. حقق الزمالك الفوز وديا على الرجاء بمطروح بثلاثة أهداف نظيفة. سجل أهداف الزمالك حسام أشرف وزياد كمال في الشوط الأول وسيف الدين الجزيري في الشوط الثاني. مصدر بالزمالك الدكتور محمد أسامة وضع برنامج علاجي وتأهيلي خاص بشيكابالا، ومنذ تاريخ الإصابة 23 نوفمبر الماضي فإن هناك برنامج علاجي مختلف يسير عليه شيكابالا، وخضع شيكابالا أولا إلى تدريبات علاجية ببعض الأجهزة الطبية الخاصة بإصابته، بعض الأجهزة داخل النادي والبعض خارجه، مما استلزم طرق علاج مختلفة لحالة شيكابالا. وثم خضع شيكابالا لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمنازيوم، والفترة الماضية لم يكن شيكابالا بحاجة إلى تدريبات تأهيلية في الملعب، لذلك فطبيعي عدم ظهوره في أي لقطات تخص تدريبات الفريق داخل الملعب. ثم بدأ أمس الأربع في أداء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بالركض الخفيف حول الملعب والركض بالكرة، وكان ذلك تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، واللاعب يؤدي البرنامج العلاجي بالشكل المحدد من قبل الجهاز الطبي. تلقى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن موعد مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وتقرر إقامة المباراة يوم 15 ديسمبر الجاري في 6 مساء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بدلا من استاد القاهرة. فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك سيدات على نظيره هليليدو بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربع على الصالة المغطاة بالزمالك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري. أكد الاتحاد العربي للكرة الطائرة مشاركة نادي الزمالك المصري في البطولة العربية للأندية الكرة الطائرة رجال للنسخة ال 43 والتي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025، وسيكون نادي الزمالك الممثل الوحيد لمصر في هذه البطولة، حيث لم يتقدم أي ناد مصري آخر بطلب للمشاركة. حرص البرازيلي روجيرو ميكيلي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 وجهازه المعاون على التواجد بمجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر الزمالك لمتابعة مباراة الزمالك والأهلي. وحرص الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة جوميز على حضور المباراة، وشهدت المباراة حضور أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة الزمالك والمشرفان على ملف كرة القدم، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين. يلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في 6 مساء باستاد جودسويل أكابيبو الدولي في نيجيريا. أحمد مجدي مدرب الزمالك: المباراة شهدت إيجابيات عديدة بخلاف الفوز، وأهمها تجهيز جميع اللاعبين والوقوف على مستوى عناصر الفريق بجانب تجربة بعض اللاعبين في مراكز جديدة، وعودة محمد شحاتة وتعافيه من الإصابة أمر جيد بالنسبة للجهاز الفني. وجاءت مشاركته في الشوط الثاني من المباراة لتجهيزه بشكل تدريجي للفترة المقبلة. نقلا عن اليوم السابع، جوميز قرر ضم محمد شحاتة لقائمة الزمالك المسافرة لنيجيريا لمواجهة إنيمبا، ولكنه يرفض المجازفة باللاعب في التشكيل الأساسي للمباراة حتى لا تتجدد الإصابة والحفاظ عليه، لذلك يفضل الجهاز الفني تواجد اللاعب على مقاعد البدلاء والدفع به لمدة دقائق على حسب سير اللقاء. خاض التونسي حمزة المسلوسي تدريبات تأهيلية على هامش ودية الفريق أمام الرجاء بمطروح، وأدى تدريبات تأهيلية خاصة بالركض حول الملعب برفقة مواطنه سيف الدين الجزيري. أدى ناصر ماهر تدريبات تأهيلية على هامش المباراة الودية، وخاض تدريبات خاصة في صالة الجيمنازيوم بجانب خوض تدريبات الركض حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له. حسن مرزوق المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي: إدارة الأخدود مهتمة بالفعل بالتعاقد مع زيزو لاعب الزمالك خلال الفترة المقبلة، وسيتم عقد اجتماع مع مسؤولي الزمالك، ومن الوارد أن يكون في يناير المقبل من أجل ضم زيزو. الإعلامي محمد شبانة: حمزة علاء ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي لاعب لأي ناد في يناير، والزمالك يفاوضه في السر. وأحمد سليمان يتواصل مع حمزة علاء ويوسط أشخاص لإنهاء المفاوضات معه. وحمزة مشروع حارس مميز مع مصطفى شوبير وهو مستقبل الأهلي في حراسة المرمى. الأهلي يفكر في إعارة حمزة علاء في يناير من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات، وهو من ضمن اللاعبين الذين يسعى الزمالك لضمهم في نهاية الموسم. محمد شبانة: علمنا أن إدارة الزمالك قررت عدم رحيل حسام أشرف لاعب الفريق الأول خلال يناير المقبل، وتلقى اللاعب بعض العروض في الفترة الأخيرة، وجاء قرار إدارة الزمالك بعدم رحيله في يناير والإبقاء عليه.
بس كده هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.